المصري يعتلي قمة الدوري العام المصري بعد 4 جولات. النهاردة كان في 3 مباريات في الدوري الممتاز. فاركو قدر يفوز على بتروجيت اللي بالأمانة في السيد عيد عمل فرقة كويسة جدا وبيجتهد على قد إمكانياته، لكن بيقدم كرة كويسة. فاركو قدر يفوز 2-1 في هدف جابه وليد علي، اللاعب اللي هو لاعب فاركو بشماله من ضربة حرة مباشرة، بس حاجة يعني أنصحكم تتفرجوا عليه، جون كويس جدا يعني. قدر يفوز فاركو 2-1. كان هدف بتروجيت من ضربة جزاء. ومحمود جهاد اللاعب اللي عامل ماتشات كويسه جدا وجاب جون كويس اول ماتش اللي فات، النهارده برضه جاب جون كويس وخد مان اوف ذا ماتش، قدر يحط هو الهدف الاول. ففاز زي ما قلنا فاركو 2-1. ده كان الساعه 5 وكان في نفس التوقيت بيراميدز بيلعب مع المصري، وقدر المصري يفوز بهدف للشامي، تاني هدف على التوالي بعد هدفه في الزمالك بخطأ، عايز اقول خطأ ساذج جدا من الشيبي. فقدر يحرز الهدف ويفوز المصري ويوصل للنقطة 10. آخر مباراة كانت المحلة والزمالك. هنتكلم على بعض النقاط في الماتشين، لكن عايز اتكلم على نقطة ثانية وموضوع الشناوي والجدل اللي ساير، ويمكن هاخده من منظور مختلف شوية. النهارده المصري بيوصل للنقطة 10 وكده بيتصدر جدول الدوري. بداية رائعة لعلي ماهر، رابع ماتش في الدوري. اول مباراه قدر يفوز على الجيش 2-0، تعادل مع الجونه 0-0، فاز على الزمالك 1-0، وفاز على بيراميدز 1-0. تخلى لهم مباراه في الكونفدراليه، فاز على انيمبا النيجيري 2-0. وهنا تلاحظ حاجه، 5 مباريات لعبها المصري لحد دلوقتي، 4 دوري واحد كونفدراليه، ما دخلش مرمى ولا هدف. ودي بدايه رائعه، ويقول لك قد ايه اللعيبه بتلعب. سيبك كمان من التنظيم الدفاعي، الروح، انت تشوف النهارده روح لعيبه المصري. انا بتفرج، ورغم ان بيراميدز اخر تقريبا نص الشوط الثاني ضاغط طبعا عشان يحاول يتعادل، لكن انا قاعد عندي قناعه ان صعب قوي حد يتخطى الروح والعزيمه دي والرجاله اللي واقفه دي. لعبوا بروح جامده جدا، وللاسف الروح اللي كانوا عشان يتعلموها كانوا بيتفرجوا على ماتشات الاهلي. للاسف ما بقيناش نشوفها. يعني شفنا امبارح احنا متعادلين والدقيقه 80 ومفيش مفيش الجري على الكوره اللي كنا بنشوفه والموت واخر ثانيه وكده، ما شفتهوش. فاتمنى عوده الروح للنادي الاهلي. وزي ما قلت لك المصري 5 مباريات ما دخلش فيه ولا هدف. ال4 اللي في الدوري احرز فيهم 4 اهداف. نسبه الاهداف مش كبيره، لكنه بيقدر يوصل للي هو عايزه. فبيبقى 10 نقاط على صداره الدوري، يليه الزمالك بعد فوز على المحله بقى 9 نقاط، ثم الاهلي 8 نقاط، وبعد كده في 5 فرق كلهم 7 نقاط: بيراميدز، سيراميكا، الاتحاد، طلائع الجيش، وفاركو، كل دول 7 نقاط. ف على قد ما الناس الاهلاويه مبسوطين في بيراميدز لانه منافس، لكن في نفس الوقت تقلق لان المصري فرقه كويسه، فرقه عندها روح. بص، ميزه علي ماهر، ودي الميزه اللي كانت في ايهاب جلال الله يرحمه، جوده اللعيب اللي عنده 70%. علي ماهر بتعامله مع اللعيبه، شخصيته مع اللعيبه، او بيخلي اللعيبه تقرب منه، بيقدر يطلع من اللاعب ال70% كلها. غير انت ممكن يكون عندك لاعب قدراته 80 او 90%، لكن بنشوف في لعيبه في النادي الاهلي بتقدم 50% من مستواها، فتلاقي المردود 50% او 40%، رغم ان هو اصلا قدراته اعلى من كده بكتير. فالفكره مش في جوده اللعيبه قد ما فكره المدير الفني اللي بيقدر يطلع من اللعيب اقصى ما عنده، اللي بيقدر يخلي السعداوي جامد، اللي بيقدر يخلي كريم العراقي لاعب كويس جدا، بيخلي محمود حماده لاعب راكز وما بيطلعش باص غلط، رغم ان شفنا محمود حماده مستواه مع المنتخب عامل ازاي. فتحيه فعلا لعلي ماهر، يستحق الاشاده. بيراميدز فريق زي ما قلت ما تدوش احترام زياده عن اللزوم، هتقدر تكسبه. الشوط يعني شفت حتى ماتش البنك الاهلي، الشوط الاول كان مهاجم البنك الاهلي، ما تعرفش ايه اللي حصل لهم، او الشوط الثاني عشان ما بيلعبوش قدام الاهلي تخاذلوا فاتغلبوا. النهارده بقى ماتش الزمالك والمحله، الماتش بيبدا ومحمود بسوني بيطلع كارت احمر في اول دقيقه، ما اعرفش كانت كملت دقيقه ولا لا، لعب غزل المحله. هشوف اراء خبراء التحليل، اللي انا بقوله ده وارد اكون غلط لكن وجهه نظري. رفع الرجل في الكوره اسمه دينجرس بلاي، لعبه خطر. الحكم بياخد فيها قرار ضربه حره غير مباشره او مباشره ايا كان بقى، وكارت اصفر. بتتحول لكارت احمر لما يبقى فيه استخدام عنف زائد، زي ما حصل في الكوبا ليبرتادوريس كده في النهائي، فلامينجو واتلتيكو مينيرو. اللاعب دخل بقوه زياده قوي في وش اللاعب، طبعا كارت احمر. هنا اللاعب بتاع غزل المحله الكره بتاعته عليت منه بتصرف غريب منه، فحب يجيبها برجله، حب يجيب الكره برجله. ايشو لعيب الزمالك حط دماغه في الكوره ونجح في لعب الكوره، فاصطدم وشه بحذاء لاعب المحله في وشه، فعمل الضربه حره مباشره.
هل لاعب المحله في هنا تعمد الازاء؟ لا، هو في اهمال بان هو طالع يلعب الكره الرجليه، الاهمال عقوبته الكارت الاصفر. في استخدام عنف زائد؟ ما حصلش استخدام عنف زائد. حصل تصادم، والتصادم ده ادى لكده. يعني الرجل دي المرفوعه كانت وارد تيجي في صدر اللاعب، كانت وارد تيجي في دماغه من ورا، ما كانش هيطلع كارت احمر. لكن عشان اللاعب حط وشه وجات كده اهوت، انا شايف ان هي كانت تستحق كارت اصفر. فانك تبدا المباراه المحله الاقل اصلا فنيا من الزمالك وبيبدا ب 10 لعيبه، طبعا ما كانش عدى 25 دقيقه وكانت 2-0. ممكن اكون غلط، هشوف اراء خبراء التحكيم هتقول ايه، ونشوف في النهايه. الاجانب على فكره مش المصريين، انا خلاص انا ما بعتمدش ولا قرار فني مصري. حتى اللي طلعوا قالوا امبارح ان جون الاهلي صحيح، ايا كان مين هم انا ما بعتمدكوش. فانا مش هتقول خبر او هتقول تحليل ينصفني كاهلاوي فهشيد بيك وهطلع اشيد بيك، ولما تقول ده لا، انت خلاص انا ثقتي فيك بتنعدم لما بحس ان ارائك مبنيه على حاجات تاني غير لوائح التحكيم. فده بالنسبه لماتش الزمالك، وقدر يفوز الزمالك طبعا 2. حاول بعد كده الزمالك هدى ريتمه خالص، قدر الشوط المحله حاول الشوط الاول، لكن طبعا لا، قدرات فنيه ضعيفه جدا. احمد عيد واضح ان هو فنيا مدير فني فقير قوي، ما تحسش ان في حاجه بتتعمل في الملعب. حتى اختياراته في التغيير، لما حتى بدا يغير ابراهيم حسن لاعب خبره، لاعب تقيل اتقل من عبده، اسمه ايه عبده ده، عبده يحيى، اللاعب اللي هو تقريبا لعب سنه واحده كويس، وبعد كده بقيه السنين اللي شفت فيها عبده يحيى ده لعيب ما بيقدمش اي حاجه. فلما سحب ابراهيم حسن، اللاعب اللي هو لعيب فعلا اتقل من عبده يحيى بكتير. فواضح ان احمد عيد مدرب يعني على قده قوي. انا بقى مستني اشوف رد فعل احمد عيد. ضربه الجزاء اللي هو اعترض عليها بتاع الزمالك، انا شايف ان هي ضربه جزاء صحيحه وغشامه من السردباك. الراجل رايح اصلا طالع بالكره بره، الباك راح عامل ما اعرفش عامل فاول ليه. يعني عمر فرج كان طال خلاص، لعب الكره تولت منه، طلع ضربه مرمى، او لو حل حق مش هيعمل بيها حاجه، راح عمل له اعاقه تستاهل ضربه جزاء فعلا. اعترض عليها احمد عيد كتير زي ما اعترض على حاله الطرد. فمن وجهه نظره هو على اعتراضه ده ان لا الطرد طرد ولا ضربه الجزاء ضربه الجزاء، لدرجه ان هو اخذ انذار. عايز اشوف احمد عيد بقى، او مش عايز اشوف، عايز اسال سؤال بس الاول. لو كانت المباراه دي قدام الاهلي وكان نفس السيناريو ده حصل، احمد عيد كان هيعمل ايه؟ ده السؤال، وبقيته السؤال نشوف احمد عيد النهارده هيعمل ايه. دي كده مباراه الزمالك والمحله. اخر حاجه بقى عايز اتكلم فيها هو موضوع الشناوي والجدل اللي هو ماشي قوي ساير بين جماهير النادي الاهلي، ما بيقعدش احتياطي، بيطلع بره القايمه ليه ومش عارف ايه. الفكره ان احنا وصلنا لمرحله ان بقينا نختلف او نسلط الضوء على مين في القايمه ومين بره القايمه، مين احتياطي ومين مش مين احتياطي. يعني انا وارد اتفهم منك فكره ان انت عايز ده يلعب على ده، وتقول وتطلع تقول لا انا شايف ان ده افضل وده احسن وده بحس معاه بالامان وده لعيب كذا او ده حارس مرمى كذا، قول انا شايف ده يقف على ده، ماشي، اللعيبه بتشارك. لكن فكره مين يقعد احتياطي ومين ما يقعدش احتياطي، وكله وصل راح لفكره ان الشناوي طالما هو احتياطي او هو مش هيبدا ما بيرضاش يبقى في القايمه، وحكم على الشناوي ده تكبر. طيب الشناوي ككابتن فريق، انا مش يعني عمري عقل ما هيقبل ان كابتن فريق بيروح يعتب على لعيبه زعلت ان هي ما لعبتش، هو يعمل التصرف ده ان هو يقول لا انا لو ما وقفتش هبقى بره القايمه. وحتى لو جت بالشكل ده مش هتبقى بشكل امر قد ما هو ممكن يا كابتن طيب طالما انا مش هبدا النهارده، في ظل حته التدوير اللي بيعمله كولر، واحيانا بيطلع لعيبه مهم جدا بره القايمه. احيانا كان بيبقى مثلا يطلع لاعب مهم ولاعب ماتشات كتير، امام عاشور مش عارف قفشه، يطلعه بره القايمه خالص، بيريح اللاعب مش هيشارك النهارده، واحيانا بيحط على الدكه. فنفس القصه. واكيد الشناوي بيقول يا كابتن طب طالما انا بره القايمه ممكن اخد برده راحه النهارده من بقى التدريبات ما قبل المباراه وما بعد المباراه ومن المباراه نفسها والقعده على الدكه، فياخد راحه من ضمن التدوير. وفي نفس الوقت برضه حمزه علاء راجل جون كويس، دي نقطه تانية ممكن ناخدها في الحسبان. زي ما انت تخيلت سيناريو انا برضه بتخيل سيناريوهات معاك، ما ممكن يكون من ضمن السيناريوهات طالما انا مش هبدا وشوبير اللي هيبدا ربنا يكرمه يقدم مباراه كويسه، ما برضه حمزه علاء راجل جون كويس وجون منتخب الاولمبي عامل اداء كويس، برضه فكره ان هو يبقى موجود كاحتياطي دي حاجه كويسه لحارس مرمى يحس ان هو برضه موجود في الصوره. مش يبقى ففكره انك دايما تتهم ان هو كده، انا مش بدافع على الشناوي ولا بقول هو عمل كده ولا لا، بس انا بشغل المنطق معاك ان فكره ان انا طالما مش في القائمه يبقى انا هطلع بره والموضوع لا، مش ممكن ما تكونش بالصوره دي. انا مش عايز اقول لك تتبنى وجهه نظري، بس طالما في احتمالات كتير يبقى خلاص بلاش تصدر حكم. وطالما ما سمعناش حتى شكوى ان الشناوي قال كده بناء على معلومه اتقالت لنا، فبلاش حد يتبرع ده. فمش عايزين نوصل لفكره ان احنا نعمل خلاف من غير خلاف. كفايه علينا قوي اللي بيحصل علينا من بعض الاعلاميين وخصوصا الخبيث منهم، وانتوا عارفين قصدي على مين واثنين تحديدا. كفايه قوي الناس دي علينا، مش هنبقى احنا كمان بنصير مشاكل لان العمليه مش مستحمله اصلا. احنا بنحاول نلملم، بنحاول نعالج الاخطاء، ما نقعدش احنا نختلق اخطاء ممكن تعمل لنا دوشه واثاره. احنا دورنا نسند الفريق، ولكن لما بنشوف غلط بنشاور عليه وبندعم الصح مهما كانت الخسائر الفنيه، زي موقفنا قدام امام عاشور.
اتمنى موضوع الشناوي يقعد احتياطي، يطلع بره القائمه، ما يصارش ياما. الشناوي بياخد، شوبر بياخد، والناس دايما بتطلع تتكلم على بعض بطريقه كويسه والعلاقه بينهم كويسه، فنبدا نخف من الحده دي. طبعا لازم النهارده نقول ان في خبر مفرح جدا، عوده معلول للتدريبات الجماعيه، مشاركه، بدا يشارك، اشرف داري رجع، وسام ابو علي خلاص تقريبا جاهز. كل دي اخبار كويسه تخليك القايمه يعني ترجع تاني، تعوض الغيابات اللي حصلت، ونبدا نشوف اشرف داري لاعب كبير، لاعب تقيل، هيكون له تاثير ايجابي اكيد. وسام ابو علي وعودته، وادينا شفنا الموضوع من غير وسام ابو علي صعب قوي. عندنا مباريات صعبه جدا، رايحين نلاعب اورلاندو بايرتس، فرقه تقيله، فرقه كويسه، واللعب في جنوب افريقيا الساعه 3. بعد كده رايحين الانتر كونتيننتال، وبعد كده هنرجع نلعب شباب بلوزداد، واول مباراه محليه بعد شباب بلوزداد هتكون قدام المصري. مواجهات صعبه جدا. كل لاعب في النادي الاهلي اعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه، اتعب، اجتهد، حس بجماهيرك، ما تبخلش بمجهود، وباذن الله ربنا هيكرمك.